توكلنا عليك يا رب، توكلنا عليك يا رب. بشكر كل واحد مشترك في القناه، قناتكم قناه ابو يوسف الاهلاوي دي قناتكم انتم، عشان انتوا صاحب الفضل بعد ربنا عليا. بشكركم جميعا، بشكر كل واحد بيعلق بكل كلمه حلوه لاخوه ابو يوسف الاهلاوي. يا رب ابعت الخير لكل واحد بيدعم اخوه ابو يوسف الاهلاوي قبل ما تبعتهولي. نخش في الموضوع على طول ونشوف خالد الغندور وهو بيشتم مرتضى. خلاص يا اهلاويه، يوم ورا يوم حقكم بيجي، شوفهم ونرجع. 1000 مثلا، الزمالك بياخد 200، الأندية التانية بتاخد 50، في أندية بتاخد 20. طب ما بتشعر بالقهر انت هيك؟ لا ما او هو تشعر بالظلم كزملكاوي؟ لا، الجاب كبير جدا ما بين الأندية، لأن كرة القدم بقت استثمار وفلوس نعم. دلوقتي. مرتضى منصور في وقته طبعا أخطأ، لأنه عمل عداوات مع ناس كتيرة جدا جدا جدا، وبالتالي العداوات دي خلته خلى النادي غير مستقر، خلى الناس حابة ان هو ما ينجحش، وبالتالي رحل عن النادي. هو الزمالك. عمل عداوات ولا الناس غلطوا فهو بده يصلح؟ هو بص، طول ما احنا ماشيين في حياتنا اكيد في ناس بتغلط لكن ردود افعالك هي المناسبة ولا الطبيعية. نعم. وازاي تقدر ان انت تاخد حقك بدون فتح عداوات كتيرة حواليك. بس هو هدفه مصلحة النادي بالاخر. ما هو في النهاية انت طريقة ادارتك للنادي وحصولك على المصلحة الخاصة بناديك ما تخليكش تبقى عداوتك قوية قوي مع اللي حواليك. جميل، بس هل كان هذا الرأي موجود لما كنت انت علاقتك كويسة مع مرتضى منصور؟ طبعا، بس انا في النهاية يعني انت لما كنت علاقتك كويسة مع مرتضى كنت ما كنت تنتقده، كنت دايما تمدحه. لا، ما هو بص يا استاذ لطفي، هديك حتة كده بس اضايقك شوية. انت بتعمل في قناة المشهد. نعم. وفي رئيس لقناة المشهد. نعم. وانا بعمل في قناة الزمالك وهي نعم. قناة فئوية. نعم. رئيس مجلس إدارتها هو رئيس مجلس إدارة النادي. نعم. فإما بتكون القناة ماشية بسياسات معينة، أو القناة فيها مشاكل، أو اللعيبة عندهم مشاكل، اوكي. انت كدورك كمقدم برامج مش دورك ان انت تقعد تتخانق على الهوا وتقول لرئيس مجلس الاداره انت غلط واللعيبه عملت مشكله ولا شو بدك تقول؟ لا، انت اذا في غلط مش هتحكي عنه. اذا في خطأ في الأندية او شيء سلبي في الأندية الفئوية، بدك تحكي لمصلحة النادي. لا، في القنوات الفئوية انت دورك ان انت تخبي المشاكل. بس هو كان بيحرجك على الهوا وانتقدك بطريقة جارحة. لا، ما يعني بطريقة، ما عمره ما انتقدني بطريقة جارحة، بس هو كان شخصية عصبية قوي. نعم. وانت شطارتك كمقدم وكإعلامي على الهوا ان انت تحاول تحتوي اللي قدامك او تهديه مش تولعه. انا سهل جدا ان الواحد يتخانق ويعمل مشكلة على الهوا، بس ده مش ده ما تعلمناهوش في الاعلام. ان انت في الاعلام ما ينفعش تعمل خناقة وتتخانق بس مرتضى اعلن اكثر من مرة وطلع قال انه انت برا النادي، انت برا القناة. على الهوا وطلع مرة على الهوا ويعمل اتصال، وحتى لما كان بيعمل اتصالات على الهوا بيكون هو بيعطيكم، انت مذيع، انت اللي بتقود انت بتقود البرنامج، ما كانش بيعطيك فرصة ترد. كنت انت يعني عارف، حاس حالي امام طفل صغير بيسمع. شفتم؟ والله العظيم يا جماعة ربنا بيحب جمهور النادي الاهلي، والله العظيم ربنا كبير. شفتم الايام دي يا جماعه؟ يوم ولا يوم ربنا هيثبت ان الكابتن محمود الخطيب واداره النادي الاهلي كانوا على حق بعد شتيمه مرتضى ليل ونهار في قناه الزمالك. بس شفتوا اعلام مصر؟ شفتوا اعلام مصر المذيع بيعمل في خالد الغندور ايه؟ مهزقه، بيقول له انت عامل زي العيل الصغير لما كان مرتضى بيطلع يتكلم، بيقول له انت ما كانش بيطلع لكم صوت، بيشتم في الكابتن محمود الخطيب وجمهور النادي الاهلي كل يوم، ما كنتش تقدر تنطق، قاعد زي القطه قدام منه، قاعد مش قادر ينطق. هو دول يا جماعه زملكاويه، يا زملكاويه ده تمامكم، يا زملكاويه والله العظيم ده تمامكم اللي اتعمل فيكم كده. النادي الاهلي كبير وجمهوره كبير. شفتوا يا جماعه؟ هو انت كنت يا خالد يا غندور يا اللي طالع دلوقتي تقول مرتضى كان بيغلط وعامل عداوات مع الناس وبيعمل قرارات من نفسه، ما كنت تقدر تقول له الكلام ده؟ ده المذيع بيقول لك انت كنت بتقوله حاضر ونعم، ده انت كنت بتقدر تتكلم، ده كرشك على الهوا مرتين ولا بتقول لي المذيع امبارح ايه؟ لا ما كانش بيعمل كده. بس يا جماعه اللي انا اقدر اقول لكم حقكم انتوا كان بيجي،
حق جمهور النادي الاهلي بيجي اللي استحمل قله الادب. استحمل يا جماعه قله ادب كانت ليل ونهار على قناه الزمالك ضد النادي الاهلي وجمهوره ولاعيبته وادارته. عشان كده بشكر ربنا، بشكر ربنا وبشكر جمهور النادي الاهلي. جمهور الاهلي اللي استحمل اللي محدش استحمله، وقف جنب ناديه وكان قوي وكان حيطه، كان حيطه مسلح ضد الناس دي. جمهور الاهلي كان عامل حيطه مسلح ضد الناس دي. حسب الله ونعم الوكيل. ويوم ورا يوم حق النادي هيجي. قلت لكم، انا قلت لكم من سنه والفيديوهات عندكم. ثانيه واحده، انا باسف لاي حد يعني يشوف الحته دي. قلت لكم من سنه والفيديوهات عندكم، قلت لكم والله العظيم هيجي اليوم اللي يخلصوا فيه على بعض، وكل يوم هيخلصوا على بعض. يا جماعه ما لهمش انتماء. الانتماء الوحيد اللي هم بيعملوا فيه اشتم الاهلي واشتغل في الزمالك. اطلع جرح في الاهلي في الاعلام، تعالى اشتغل عندنا مدرب. اشتم الاهلي وتعالى اشتغل مذيع. اشتم جمهور الاهلي واطلع حلل في الشوارع تبقى زملكاوي. يا جماعه هم دول تمام الزملكاويه. حقنا ربنا بيجيبه لنا تالت ومتلت. يا غندور من ابو يوسف الاهلاوي، خلاص يا خلاص شوكتك ملهاش اي قيمه عند اي حد. والزملكاوي قبل الاهلاوي هتخلصوا على بعض، جمهور واداره ولاعيبه. جمهور الزمالك وادارته ولاعيبته هيخلصوا على بعض، وذنب الاهلي بيخلص. كله يصلي على النبي ويدعم اخوه ابو يوسف الاهلاوي. ويا رب يا رب النصر قدام الجونه النهارده. يا رب لاجل حباك محمد النصر قدام الجونه. انا واثق في ربنا ان احنا نعمل ماتش حلو، واثق في ربنا ان احنا ان شاء الله هنقدم مباراه عالميه النهارده، عشان ربنا مع الاهلاويه ان شاء الله. قفشه واستبعاد قفشه. انا مع استبعاد قفشه. انا لما عرفت الحقيقه واللي قفشه عمله، انا من تاني ماتش على التوالي استبعاد قفشه. انا مع استبعاد قفشه عشان الاهلي ما ينفعش يا قفشه تعمل اللي انت عملته. احنا طلعنا وقلت على السوليه كابتن النادي ما ينفعش يا سوليه. يوم الماتش كنت عملت كده ومسكت الشحات فرمته. والشحات اخر فرصه ليه مع النادي الاهلي. الشحات لو عمل اي حاجه هيلاقي نفسه بره النادي الاهلي. يا قفشه انت لعيب كبير وانا بحبك يمين الله، ونفسي تبقى اساسي في فرقه النادي الاهلي. انت كنت اساسي في منتخب مصر. يا قفشه ما ينفعش اللي انت عملته في اوضه اللبس قلته كده. النادي الاهلي ما بيتقالش فيه الكلام ده. النادي الاهلي ما ينفعش تقول له انت لعبت فلان على حسابي وفلان راجع من اصابه، قصدك على امام عاشور. احنا ما بنحبش الاسلوب ده يا قفشه. كرر بيخطأ وبيخطأ كتير، بس ما ينفعش اللي احنا نتحدى ونقعد نتكلم معاه الكلام ده. ما ينفعش ان احنا حسنا يقلق عليه مهما كان. كرر مدير فني النادي الاهلي وهو اللي شايف مصلحتنا، واحنا مكملين معاه حتى لو بيضايقنا بموديس هنستحمل لغايه ما موديس يمشي. يا رب يا قفشه يكون دي درس لك. نتكلم على تشكيل النهارده ان شاء الله. تشكيل النهارده شوبير في حراسه المرمى، مفيش كلام بقى. شوبير في حراسه المرمى، عمر كمال عبد الواحد باك يمين، علي معلول ان شاء الله الكابتن النهارده. علي معلول ان شاء الله الكابتن من ابو يوسف الاهلاوي اهو، وكله بعد الماتش يقول لي يا ابو يوسف انت كلامك كان صح. علي معلول الكابتن. رامي عبد المنعم ومتولي اتنين مساكين. عبد المنعم ومتولي ليه؟ رامي ربيعه مصاب وياسر ابراهيم بره القايمه. خط النص اكرم توفيق ومروان عطيه وامام عاشور. راحة اليمين بيرسي تاو، والشمال مكان الشحات هيلعب رضا سليم. انا المستوى اللي فات بتاع الشحات لا قعدوا احتياطي. عدل الله قعدوا احتياطي. ليه؟ انت راجع من اصابه. مين اللي كان اساسي بقى؟ رضا سليم. ابدا رضا سليم مكانه. لعب رضا سليم مكان الشحات النهارده يا كرر من اخوك ابو يوسف الاهلاوي والله وهيجيب لك جونين. رضا سليم النهارده لو لعب ماتش الجونه من اول الماتش يمين الله هيجيب لنا جونين النهارده وهيبقى نجم الماتش. وقدام موديس الرهيب اللي ربنا يسترها عليه، قدام موديس الرهيب. يا اهلاويه بشكركم بشكر دعمكم ليا، بشكر دعمكم ليا واشتراككم معايا في القناه. ربنا يسعد ايامكم، وان شاء الله مصمم صوتنا هيوصل بربنا وانتم مش بحد تاني. السلام عليكم.